كان يا مكان في قرية صغيرة، في بيت قديم مهجور كل الناس كانت خايفة تقرب منه. كان معروف باسم بيت الزهرة السوداء، لأن في زهرة غريبة شكلها غريب ولونها أسود، والناس كانوا بيقولوا إن اللي يقرب منها يتعرض لحاجات غريبة. في يوم من الأيام قرر شاب اسمه كريم إنه يتحدى الشائعات ويكتشف السر ورا الزهرة. كان كريم شجاع وزهق من سماع الحكايات، أخد معاه كاميرا وهو حاطط في دماغه إنه يصور كل حاجة. وهو داخل البيت حس برودة غريبة، الأبواب كانت مكسرة والحوائط مغطية بالعنكبوت، لكن قرر لنفسه إن دي مجرد خرافات. مشي في أرجاء البيت وسمع أصوات غريبة، لكن كان بيقول لنفسه إنه خيال، لحد ما وصل للحديقة وشاف الزهرة السوداء. كانت شكلها غريب ورائحتها كانت فظيعة. حاول يتقرب منها لكن فجأة حس بصدمة، الزهرة بدأت تتحرك وكأنها عايزة تتعلق بيه. كريم حاول يبعد لكن الأرض بدأت تنفتح تحته ووقع في حفرة مظلمة. وهو نازل سمع أصوات لناس كانوا بيصرخوا. لما نزل لقى نفسه في عالم غريب مليان ظلال. الأصوات كانت بتتعالى وظهر له كائنات غريبة، شفايفهم مقفولة لكن كانوا بيضحكوا وكأنهم بيقولوا له أهلا بيك، هنا ملكنا. كريم اتخض وبدأ يجري، لكن كل ما يجري يلاقي نفسه في نفس المكان. شاف الزهرة السوداء تاني وبقت أكبر من الأول، وفجأة الكائنات قربت منه. واحدة منهم بنت بشعر أسود طويل قالت له لو عايز تخرج لازم تدفع تمن. كريم كان خايف وسألها ثمن إيه؟ ردت عليه وقالت عليك أن تعطي شيئا ثمينا. كريم فكر في حياته وافتكر إنه في أصدقاء له اتعرضوا لمواقف خطيرة بسبب شجاعته. بكى وقرر إنه مش عايز يضحي بأحد. البنت قالت له أنت مش هتقدر تخرج من هنا إلا لو رحت للزهرة وقابلتها. كريم اتردد، لكن أصوات الكائنات بدأت تقرب منه فقرر إنه يجرب. رجع للزهرة وحس بشيء غريب. لما قرب منها الزهرة بدأت تتفتح وطلعت منها ضوء أسود. كريم حط إيده فيها وفجأة كل حاجة اتلخبطت. لما فتح عينيه لقى نفسه في حديقة البيت تاني، لكن الزهرة السوداء كانت في إيده. حس إنه اتغير وأصبح عنده قوة غريبة، لكن كل ما يحاول يستخدم القوة كان في دماء تخرج من إيده. وفجأة حس بشيء غريب في قلبه، الكائنات بدأت تظهر ليه في كل مكان. بقى كريم عايش في رعب، كل ما يحاول ينام يحلم بيهم. والزهرة السوداء كانت بتزرع الخوف في قلبه، وفي يوم قرر إنه يتخلص منها وحرقها. لكن بعد الحرق كل حاجة هدت، ولما طلع للشارع لقى الناس نازلة في حالة من الهياج وكأنهم فقدوا عقولهم. كريم بقى عايش في رعب وافتكر الكائنات ونسى إنه هو اللي حررهم لما حرق الزهرة، وبقى عايش مع الذكريات عارف إن هو لن يخرج من الكابوس ده أبدا لأنه أصبح جزء منه. وبكده بقى كريم هو الزهرة السوداء، وكل ما حد يقرب منه يكتشف إنه في عالم تاني مظلم، وده كان الثمن اللي دفعه. وما زال البيت